مشاهد من جنازة صلاح السعدني، انهيار ابنه، وهذا ما فعله السقا. حرص عدد كبير من النجوم على المشاركة في الوداع الأخير للفنان الراحل صلاح السعدني من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، وذلك من أجل مساندة ابنه أحمد صلاح السعدني في تلك اللحظات الصعبة التي يمر بها بعد فقدان والده الذي كان مقربا منه للغاية. انهيار أحمد صلاح السعدني في جنازة والده. شهدت جنازة صلاح السعدني انهيار ابنه أحمد، ودخل في نوبة من البكاء المستمر داخل المسجد قبل بدء الصلاة على والده الراحل، وحرص عدد من النجوم على تهدئته من أجل تخفيف تلك اللحظات، واحتضنه البعض منهم لتهدئته. وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور في حالة شديدة من الحزن، مشيرة إلى أنها كانت تعتبر صلاح السعدني بمثابة والد ثاني لها، والذي رحل أيضا قبل أشهر جراء حادث سيارة. وأصر أحمد صلاح السعدني على ملازمة جثمان والده الراحل، وظل يجلس بجواره داخل المسجد بعد الصلاة عليه، وكان في حالة شديدة من الحزن، خاصة أنه من المعروف عنه حبه الشديد وتعلقه بوالد. أما الفنانة وفاء عامر فقد رصدت كاميرات وعدسات المصورين دخولها في حالة انهيار خلال دفن صلاح السعدني ووصوله إلى مثواه الأخير في المقابر، ولم تتمالك دموعها، لذا غطت وجهها. نجوم الفن يساندون أحمد صلاح السعدني، وحرص عدد كبير من النجوم على مساندة أحمد صلاح السعدني، حيث ظل البعض منهم يتلو القرآن بجوار جثمان والده، بينما دعم الفنان أحمد السقا زميله في الوسط الفني من خلال الدخول إلى القبر معه لدفن والده.